النادي الاهلي بيبقى كانه ان هو بس عشان اكون منصف يا جوهري. بس يا جوهري عشان اكون منصف يا جماعه اتخصم له فلوس. ايه عقاب بقى امام؟ انا مش عارفني ان امام هيتخصم له. لا في بيان بينزل. طب وانا نزلت بيان ان فتوح اتخصم له. ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق ما بين هنا وهنا؟ الفرق ليه دايما هنا ان هنا انا بعاقب بس؟ ما احنا عاقبنا ان الموضوع يا حبيبي. طب ما انا بعاقب. هو انا بس الفكره يا حبيبي انا الفكره ان انا ما بعملش. فين معلش بس يعني لك البيان ان فتوح معاقب انت كده تمام. لا النادي واخد اخذ قرار. النهارده الصبح متصدره ومن الاخر يعني من ناس منتسبه لجهات اعلاميه جوه النادي الاهلي. اصل هو خايفين ان هو المتحور الجديد، خايفين ان هو الناس تدور اخبار عادي. ده اللي كان ابراهيم بيتكلم فيه. لا ده اللي بقول لك عليه. احنا لينا حاجه ده اجتهادات من النادي. ابراهيم هو انت لما هتعاقب ده اضعف الايمان. معلش انا مش بقول ان الاهلي هنا مش خلافي على الاهلي، انا بتكلم على النقطه ان الناس في ناس جوه زي ما انت قلت يا ابراهيم. الناس جوه الاهلي كانت دايما تصدر لك ان اللعيب ده عمره ما هيغلط جوه الاهلي. لا كهربا جه وغلط جوه الاهلي، وامام جه وغلط جوه الاهلي، والعكس. يا جوهري ممكن اقول لك على حاجه؟ يا جوهري ثانيه واحده بس ما تقدرش تنكر حاجه لو الواحد ما اقرهاش يبقى بني ادم مش موضوعي ولا امين. ان الاهلي على مدار تاريخه ليه مواقف مفصليه في معاقبه نجومه التاريخيين. لا يعني مش اي نادي في مصر عشان نتكلم بمنطق. هو اصلا مش طرحي يا ابراهيم. معلش يا جوهري. لا طبعا مش اي نادي. مش اي نادي. لا ثانيه واحده بس. مش اي نادي ولا اي اداره تجرؤ ان هي توقف حسام حسن في عز حسام حسن. لا معلش دي حاجه لازم تقرها، او لو ما